شكرا على الاستضافة أولا، ثم دعيني قبل أن أجيب عن سؤالك أعلم الرأي العام بحادثة خطيرة وسابقة الحقيقة حصلت هذا المساء، حيث عمد أعضاء النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى اقتحام مكتبي حوالي الساعة 4 مساء، وكنت حينئذ في جلسة خارج المكتب، كنت في قاعة الاجتماعات. أوهموا الحجاب والباب الخارجي أنهم على موعد معي ومع السيد المكلف بملف النقابات، وهذا محض افتراء الحقيقة. نعم. ثم حينما وصلوا إلى البهو حيث يوجد مكتبي اقتحموه وأزاحوا الحاجب الموجود عند الباب، ومكثوا هنالك لحوالي ساعة. طبعا هتفت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لإخطارهم بهذه الحادثة الخطيرة جدا. نعم. خطيرة في دلالتها، في رمزيتها. وهم يعتصمون الآن بالوزارة؟ لا، خليني أكمل لك الساعة. وباعتبار أنها تسيء إلى رمز من رموز السيادة الوطنية الحقيقة، وباعتبار أنها عملية غير أخلاقية في كل الحالات، ولا يمكن أن نسوغها بأي شكل من الأشكال، خاصة حينما يتعلق الأمر بتربويين، هذا لا يحصل أخلاقيا. في النهاية طبعا بعد مفاوضات ومشاورات انسحبوا، يعني حينما جاء رئيس منطقة الأمن العمومي أقنعهم بالانسحاب بكل لطف، ولم يستعمل معهم أي شكل من أشكال التعنيف، لا الرمزي ولا اللفظي والمادي كما ادعوا، وذهبوا إلى قاعة الانتظار ولم ينسحبوا إلا الآن. الاحتقان هذه واحتجاج الأساتذة والوصول بهم إلى كما وصفت أنت بالاقتحام يردونه إلى عدم الالتزام باتفاقات مبرمة، يعني كيف تفسر هذه الأجواء خاصة وتونس تعيش يعني على وقع الامتحانات؟ أولا لا يمكننا أن نبرر بحال من الأحوال مثل هذه الاعتداءات السافرة، ولا يمكن أن نجد لها أي مسوغ، لأن احنا في حالة حوار مستمر مع الاتحاد والجلسات متتالية. وبالنسبة إلى مطالب نقابة التعليم الأساسي هذه رفعناها إلى رئاسة الحكومة بعد أن عيتنا طبعا كل السبل معهم سبل التفاوض، وباعتبار أنهم قد مسوا أمرا مهما جدا وحساسا، وهو الامتحانات الوطنية التي هي شأن وطني حساس يهم كل تونسي، ولذلك رفعناها إلى رئاسة الحكومة حتى يتخذ بشأنها قرار وطني. لسنا في وارد لا التصعيد ولا في وارد يعني تغليظ الاحتقان، نحن بعيدين كل البعد عن هذا، ودليل ذلك أننا تصرفنا بكثير من الحكمة وكثير من اللطف، حتى ومع أن الطرف الآخر يعني يصدر بيانات نارية وفيها كثير من التجاوزات في الملفوظ إلى آخر ذلك. نعم. سمعنا الى تصريح السيد وزير التربيه وكان متشنج ومتحامل وفي كثير من المغالطه، وتحدث على اقتحام مكتبه وقت اللي هو كان معطل المفاوضات في مطالب المعلمين، رغم توصلنا الى التقدم مع كل من رئاسه الحكومه ووزاره الماليه في العديد من النقاط. السيد وزير التربيه يطالب المكتب التنفيذي بالاعتذار، في حين انه تقدم السيد رئيس الحكومه الى المكتب التنفيذي باعتذار على حماقات اللي قدم بها السيد وزير التربيه، خاصه في تطاوله على الاخ الامين العام بالنيابه، رغم اللي هو حاول انه يوجد تقريب وجهه النظر بين الطرفين. ونحن نقولوا انه السيد وزير التربيه يسعى في هذا الظرف بالذات، وخاصه فيما قدمه من اخطاء، الى التغطيه على كل ما قام به. لن يكون هناك اعتذار باعتبار السيد وزير التربيه هو الذي بادر بالتجاوز في اتجاه النقابه العامه للتعليم الاساسي، هو الذي بادر بالتجاوز في حق الامين العام بالنيابه. الامن عاين انه ليس هناك اقتحام، ويرفض حتى الاتصال الهاتفي رغم اللي ثم ظروف حرجه وهي ظروف امتحانات، والنقابه تسعى الى ابلاغه بكل التطورات، الا انه يصد باب الحوار ويدعي بالحوار، وهو رغبته انه يواصل سياسه التسلط اللي ما تعودناش بها الا في حكومات بن علي.